فيديو 3. ستاند باي. 3 2 1 داير. يلا كاميرا 2 كاميرا 2. زوم زوم. يلا ضبط الايرس. والمهندس الصوت. والمهندس الصوت. الاضاءة 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 مش اوكي. كاميرا 2 كاميرا 2 الاضاءة مو حلوة. ستوب ستوب. 3 2 1 داير. مثل ما انتم شايفين اليوم انا المخرجة حبيبة وراح اكون سيدة العمل وراح اخرج لكم وايد امور وراح نتعرف على مميزات وعيوب مهنة الاخراج. يعطيك العافية. شلون اضاءتك؟ انزين نعليها شوي بس عشان احس الاضاءة مش اوكي. من مميزات مهنة المخرج ان دائما المخرج يكتسب برستيج معين لانه بالنهاية ومثل ما يقولون هو سيد العمل. في ميزة ثانية الا وهي ان المخرج دائما تكون علاقاته وايدة ومتشعبة مع الكل، سواء مع المعدين، مع زملاء المخرجين، مع المصورين، مع الجرافيك، مع الاضاءة، مع الفيديو. يعطيك العافية. شلون الفيديو؟ اوكي؟ توصلنا بالشغل ها؟ اول 3 دقائق 3 دقائق ونص توصل بالشغل خصوصا فقرة بازار مهنة. عساك على القوة. الله يقويك. شلون صوتك؟ لا في شيء. شلون صوت المذيع يا حبيبة؟ كل شيء اوكي. زين ضبط الصوت ها؟ خليه واضح عشان المشاهدين يسمعون. عساك على القوة. قاعد نمنتج. تعالوا. من عيوب مهنة الإخراج إن دائما المخرج لازم يكون مسؤول عن كل الأمور المتعلقة بالعمل ويكون مسؤول عن كل طاقم العمل، سواء عن المعدين وعن المقدمين وعن أيضا المصورين وعن المونتاج وعن أنت مخرج ولا مونتير ولا مصور. يعطيك العافية. عموما في عيب بعد يعني وايد يأثر على نفسية المخرج، انه دائما يسهر لساعات وايد طويلة، كل هذا عشان العمل يطلع بالشكل المطلوب. بس في شغلة انا حابة اتكلم فيها، ان عادة نشوف مخرجينا وايد عصبيين، يعصبون يعني بشكل مبالغ فيه. ليش هالحركة؟